فعل ما الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات أسيل. وصفة اليوم إن شاء الله وصفة جد رائعة وسهلة التحضير. غادي نحضروا كغاتان بالشعرية الصينية، كيجي لذيذ بزاف بمذاق السمك. جربوا أكيد غادي يعجبكم، كيجي بحال البسطيلة ديال الحوت تماما. فتابعوني باش تعرفوا على المكونات وطريقة ديال التحضير. ولهاد الكغاتان غادي نحتاجو بصله كبيره اللي قطعتها مربعات صغيره. غادي نحتاجو الفلفله، انا استعملت فلفله خضراء والحمراء. كنقطعهم دائما وكنوضعهم في كونجيلاتور. الوقت اللي كنستعمل يعني اللي كنحتاجهم تنستعملهم وكتجيني سهله. غادي نحتاجو جزره كبيره وجوج ديال لي كورجيت اولا القرعه الخضراء، القليل من الهريسه، والهريسه على حسب الذوق. بالنسبه للعطريه غادي نوضعوا القليل من الابزار والقليل كذلك من الفلفل الاحمر. غادي ناخذ كذلك القليل من الزيتون اللي قطعته، جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نحتاجو جوج علب ديال الطون ديال الزيت. وغادي نحتاجو المكون الاساسي واللي هو الشعريه الصينيه. انا استعملت هذه الشعريه الصينيه علبه كبيره، ممكن انكم تستعملوا الشعريه الصينيه ديال الروز حتى هي كتجي مزيانه. وغادي نوضعوا كذلك القليل من صوص ديال الصوجا والقليل من الزيت، وبطبيعه الحال ما نساوش الملح. من بعد ما وضعت الفلفله والبصله مع القليل من الزيت في مقلاة على نار مهيله، غادي نضيف لهم هنا القليل من الزيت ديال الطون. من بعد ما كنصفيه غادي نضيفوا البصله والفلفله. من بعد ما هبطات ليا البصله او الفلفله غادي نضيف ليهم الجزر والقرعه خضراء اللي حكيتهم في الحكاكه رقيقه. وهنا غادي نزيد العطريه اللي هي فلفله حمراء والقليل من الابزار. وهنايا بالنسبه للشعريه الصينيه وضعتها في ماء اللي كيكون مغلي، وغادي نصفيها وغادي نقطعها. وهنا راني ضفت القليل من الملح، وغادي نزيد عليه كذلك القزبر ومعدنوس والقليل من الهريسه.
صافي حيدت المقله ديالي من فوق النار، وغادي نضيف عليها الزيتون مقطع. غادي نزيد عليها كذلك 2 علب ديال الطون بعد ما حيدت ليهم الزيت، وغادي نضيف ليهم الشعريه الصينيه، وغادي نخلطوا هاد المكونات كامله. وهنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال صوص ديال الصوجا. وهنا استعملت اليد ديالي باش خلطت هاد الشعريه الصينيه باش تدخل فيها مزيان ديك العطريه والخضره وتجي منسجمه. ودابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا الصوص بيشاميل. بالنسبه للصوص بيشاميل غادي نحتاج ليها 2 معالق كبار ديال الطحين، غادي نضيف ليهم معلقه صغيره ديال زيت المائده، وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الزبده. غادي نوضعهم على عافيه مهيله حتى كتذوب الزبده وكتنسجم مع الطحين. من بعد عاد باش غادي نضيف ليها نصف لتر ديال الحليب، ولكن غير بشويه بشويه، يعني ماشي دقه واحده. غادي نضيفو فقط الكميه الاولى مع التحريك، ومن بعد عاد باش غادي نضيف الكميه ديال الحليب كامله. من بعد ما ذابت ليا الزبده وانسجمت مع الطحين، غادي نضيف ليها كميه قليله ديال الحليب مع التحريك جيدا باش ما كيبقاوش الحبيبات في صوص بيشاميل. كنحرك مزيان، ومن بعد عاد باش غادي نضيف الكميه المتبقيه ديال الحليب. من بعد ما حركنا في الاول الصلصه ديال البيشاميل، غادي نزيد نضيف ليها الحليب المتبقي، وغادي نزيد نحركها مزيان. بطبيعه الحال غنرجعها على النار على عافيه مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد. من بعد ما عقدت ليا لا بيشاميل، طفيت عليها النار، وهنايا غادي نزيد نضيف عليها 2 ديال الفرماج مثلثات، وغادي نزيد نحرك جيدا. ومن بعد غادي نضيف القليل من الملح والقليل من الابزار.
من بعد ما وضعنا الشعريه الصينيه في المول اللي كيدخل الفران، غادي نضيف عليها صوص بيشاميل. كيف ما كتشاهدوا صوص بيشاميل كتجي رائعه بزاف. غادي نضيفها ليها من الفوق بهذا الشكل. ومن بعد ما وضعنا الفرماج الموتزاريلا غادي ندخلوها للفران باش غادي يتحمر الوجه ديالها. وهذه هي الكراتان ديال الشعريه الصينيه. من بعد ما كنخرجها من الفران كتجي رائعه والمحمره من الفوق، وكتجي لذيذه، والمذاق ديالها مذاق ديال البسطيله ديال الحوت، كتجي رائعه بزاف. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش انكم الى عجبتكم الوصفه تخليوا لي لايك واشتراك للقناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد واي وصفه. الى فيديو اخر ان شاء الله.